في عام 1996 ميلادي كان هناك شاب جزائري يدعى بن عمران عميرة، يبلغ من العمر 16 عاما، ويعيش مع عائلته في مدينة الجلفة جنوب العاصمة الجزائر. خرج عميرة من منزل عائلته في أحد أيام تلك السنة ولم يعد بعدها أبدا. بحثت عائلته عنه في كل مكان ممكن ولم تجد له أي أثر، مما اضطرهم إلى إبلاغ الشرطة. بدأت الشرطة تحقيقا في اختفائه، استمر لعدة سنوات لكنه لم يفض إلى أي نتائج ملموسة. ومع مرور الوقت بدأت العائلة تفقد الأمل في عودة ابنهم، وازداد ألم والديه، خاصة والدته التي كانت تعاني كثيرا لفقدان ابنها حتى وافتها المنية بعد سنوات من الفقد. وكانت العائلة بعد كل محاولات البحث التي شملت الظهور في البرامج التلفزيونية المخصصة للمفقودين قد سلمت أخيرا بأن ابنهم قد يكون قد مات. قبل بضعة أيام فقط، بعد مرور قرابة 30 عاما على اختفاء ابن عمران، نشر شخص رسالة على منصة فيسبوك أثارت ذهول الجميع. قال الشخص في رسالته إن ابن عمران عميرة ما زال حيا يرزق، وأنه مقيد بالسلاسل في منزل أحد جيرانه على بعد حوالي 200 متر فقط من منزل عائلته. وذكر أن عميرة يحتجز داخل حظيرة أغنام تحت الأرض، محاطا ب4 جدران ضيقة وفوقه أكوام من التبن. تم تبليغ الشرطة التي توجهت فورا إلى المكان ودخلت الحظيرة. عند تفتيشهم للمكان ووفق الرواية غير المؤكدة، عثروا على ابن عمران حيا، لكنه يعاني من آثار نفسية وجسدية مروعة نتيجة لسنوات الحبس الطويلة. ألقي القبض على مالك المنزل الذي كان يبلغ من العمر آنذاك 61 عاما، وسط دهشة أهل البلدة الذين عرفوه كشخص هادئ ويؤدي صلواته في المسجد بانتظام، ولم يتوقعوا أن يكون هذا الشخص هو الخاطف. بعد العثور على ابن عمران عميرة، أصبح يبلغ من العمر 44 عاما وسط صدمة وذهول من الجميع. بدأ التحقيق الرسمي للكشف عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة البشعة، وكيفية تمكن الجار من إخفائه طوال هذه السنوات دون أن يثير الشكوك من قبل أحد. الجميع سواء من أفراد البلدة أو على مستوى أعلى في الجزائر ينتظرون بفارغ الصبر نتائج التحقيقات لتوضيح الحقائق وكشف الغموض عن هذه القصة المثيرة. إذا أثارت هذه القصة فضولك، لا تنسى الإعجاب والمشاركة والاشتراك في قناتنا لمزيد من القصص الغامضة. دعمك يساعدنا على إلقاء الضوء على هذه الحكايات المجهولة.